هو ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار سيدنا موسى بالتحديد وكلمه مباشرة كده من غير واسطة زي بقية الأنبياء؟ السؤال هنا مش مجرد معلومة دينية، السؤال هنا وراه درس كبير لينا كلنا. زي ما احنا عارفين ان سيدنا موسى عليه السلام اتولد في وقت كان فرعون بيقتل فيه الأطفال الذكور، طبعا خوفا على ملكه، ومع ذلك ربنا حفظه بمعجزة كبيرة واتربى في قصر فرعون نفسه. كبر سيدنا موسى، ولما خرج من مصر بعد الحادثة بتاعة قتل الرجل القبطي أو الرجل المصري، عاش سنين طويلة في أرض مدين. طبعا عارفين القصة بتاعته، وإن شاء الله نعمل له فيديو أو سلسلة فيديوهات عن سيدنا موسى وعن الأنبياء. لو عجباكم الفكرة دي اكتبوا لي في الكومنتات. المهم لما عاش سنين طويلة يعني في أرض مدين، السر هنا بقى إن ربنا أراد إنه يجهز سيدنا موسى للمهمة الكبيرة والعظيمة اللي هو داخل عليها. سيدنا موسى كان هيواجه أو واجه أعظم طاغية في زمانه في وقته اللي هو فرعون، فلازم يكون عنده قوة تحمل وصبر ورحمة وحكمة. وعشان كده اشتغل راعي غنم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. اشمعنى رعي الغنم؟ لأن رعي الغنم بيعلم الصبر والقيادة وتحمل المسؤولية والحكمة. فلما جه الوقت المناسب، سيدنا موسى كان ماشي مع أهله في الصحراء، فشاف من بعيد نار، إني آنست نارا. اقترب منها كده وفجأة سمع النداء العظيم: يا ربي إني أنا الله. في لحظة غيرت الدنيا بحالها. ربنا كلم سيدنا موسى مباشرة، ولذلك اتسمى بكلم الله. طيب انت ما قلتلناش برضو ليه ربنا كلم سيدنا موسى؟ عايزة اقول لكم ان ما ينفعش اصلا اقول ليه سيدنا كلم سيدنا موسى، ليه ربنا سبحانه وتعالى كلم سيدنا موسى، ليه ربنا قال على سيدنا عيسى، ليه ربنا عمل مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليه وليه وليه وليه. دي حاجات ربنا لا يعلمها إلا الله. طيب في ناس بتقول إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فهنا سيدنا هنا ربنا سبحانه وتعالى بيفضل سيدنا موسى. طبعا الكلام ده معنى الآية مش كده خالص. معنى الآية إن ربنا بيفضل الأنبياء عن الناس التانية، مش على بعضهم. فقال على سيدنا موسى إنه كليم الله، سيدنا إبراهيم خليل الله، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله. كل الأنبياء ربنا بيحبها، كل الأنبياء ليهم قدر ومكانة وتفضيل عند ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا موسى كان صاحب قلب صادق، وشخصيته كانت قوية جدا، ودايما كان يقول: رب اشرح لي صدري. هنا المغزى من القصة إن ربنا لما يختار لك، حتى لو انت مستعجل، افتكر ان ربنا بيجهزك قبل ما بيديلك. ربنا كان بيجهز سيدنا موسى للرسالة، ويمكن يكون ربنا بيجهزك لخير أعظم وأكبر مما تتخيل. كل ما هتصدق مع ربنا هيديلك. السلام عليكم.